يا مساء الجمال على كل اخواتي وحبايبي في كل مكان. اتمنى يا رب جميعا تكونوا بافضل حال. النهارده باذن الله هعرض لكم مجموعه حمام لبيان الانواع والناس المبتدئين اللي بتسال على الانواع، على الاقل الانواع اللي احنا بنربيها يعني. دول اول حاجه حمامتين هجين، كانت كينج على انجليش كارير، هجينه قويه قوي. دول حمامتين اللي هنعرضهم دلوقتي. كينج ولاد استراد، ده ذكر مثلا عيل صغير لسه كان ابن استراد، من الحاجات اللي يعني يمكن كمان بالنسبه له مميزه عن الاستراد نفسه، من انتاجنا ومحلي بس انتاج قوي جدا. دي برضو نفس الكلام، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، تكشيره واستقامه في الرجل وديل وصدر وكل حاجه، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. حاجات مميزه قوي، والاسعار بتبقى عاليه برضو عشان نبقى واضحين. بس دي طيرة كانت، دي طيرة سيامي، موديل سيامي، من المستويات القوية قوي، لأن الموديل السيامي يعني دايما بتبقى مستوياته ضعيفة، هو بس بيتميز بالريش. ده ذكر برضو كينج ابن استراد، من الألوان المطلوبة في الكينج ومميزة قوي، اللي هو اللون الإزازي أو الأزرق ده. فحاجة كده بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك. الناس برضو اللي عايزة تعرف المستويات بتاعة الكينج، دي من المستويات تعتبر حاجات المستويات العالية اللي هي بتبقى أسعارها ماسكة في سعر كويس. ده زغلولين لاحم جامبو طول، واديك شايفين الضرب أحمر وكل حاجة. طبعا زغلولين سايرس، دول زغلولين كينج ومستواهم على قدهم. دي زغاليل مالتي، الناس برضو اللي بتسأل على شكل المالتي، دول زغلولين مالتي صاي لسه، يعني متهيألي حجمهم واضح، والمالتي بيتميز بحجمه أكتر حاجة. طبعا التكسان من الحاجات المميزة قوي، بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك. دي حاجة من التكسان القوية. طبعا التكسان مش حجم زي ما الناس فاهمة، التكسان أصغر من الكينج وأصغر من الفرنش بكتير. هي حمامة مواصفات، نشوفها نحس إن هي بطة نمسكها بإيد واحدة يعني. دول بقى دي أنا يعني حاولت أشتغل على التكسان إن هي تبقى حاجة حمامتين ليهم حجم يعني، زي ما حضراتكم شايفين التكسان مع الكينج، بس الكينج الحجم القوي جدا يعني. فجايب بط، جايب بط مش حمام يعني، بسم الله ما شاء الله. الناس اللي بتدور على احجام يعني، طبعا النهارده عرض بس، مفيش حاجه للبيع فيهم يعني. دي حاجات ممكن تكون موجوده او مش موجوده، حاجات لسه او حاجات خرجت، بس المهم ان كلها انتاجنا يعني. ده قص لاحم جامبو، ده طبعا جعفرة. دول بقى الأصوص اللي هتعرض، عايزكم بس تركزوا فيهم عشان الناس اللي بتبيع اللحم السيلفر، اللي بتبيع البلدي على اساس انه سيلفر. شوف السيلفر والمواصفات القياسية عامل ازاي. ده الحمامتين اللي هم اللي اهليهم اساسا استيراد على طول من الشركة يعني. بسم الله ما شاء الله. ده برضو عش تاني بتاع لاحق بتاع كينج على تكسا، دول اصغر شوية في السن، بسم الله ما شاء الله. حجام حلوة جدا، ربنا يبارك. طبعا في حاجات من اللي بعرضها النهارده حاجات خرجت من فترة يعني، او في حاجات برضو موجودة، في عشوش منها برضو لسه موجودة يعني تطلع. على العموم لو حد واخد حاجة منهم يعني ربنا يبارك له فيهم يا رب. بسم الله ما شاء الله. ده قص اللي هو ده ذكر تكسان بيور مع طيرة كينج، وكان هما الاهالي بتاعت القص اللي شفناه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. ده طبعا حمامتين مالتي، دول حمامتين مالتي بس الوان جايين الوان حلو قوي يعني. المالتي طبعا بيفرق قوي عن الرومي في الحجم. دول طبعا لحم بيور، ده برضو قص مالتي جاي ريش جميلة. المالتي ممكن يوصل لحجم الروماني لكن ما بيرميش في الريش يعني، له صدره حلو في جتة كده، مش رامي في الريش زي الروماني. بسم الله ما شاء الله. ده قص كينج مستوى متوسط جميل طبعا. دول طبعا الحاجات المحببة طبعا لكل الناس، مالتي شباب
طفحات سحاب، بسم الله ما شاء الله. اللي الناس بتسأل ايه الفرق ما بين المالتي والرومي، زي ما حضراتكم شايفين ده لاحم سيلفر في جوه العنبر. ربنا يبارك، لقطة بسيطة بس. ده كام اصل هتعرضوا دول للناس اللي بتشوف او عايز تشتري روماني، تفهم ان شوية اللي هيتعرضوا دلوقتي كلهم رومي. مهما كانت الحمامة طويلة ولا جسمها كبير، لكن عظمتها عادية مش عريضة، عينها مش بيضة، مفيش جنزيرة، مفيش عصب في الرجل، ماشي، كل ده يخلينا نقول طالما مش موجود ده يبقى دي حمامة رومي. حمامة رومي، حمامة ذبح، مش حمامة سلالة. الروماني بيدفع فيه فلوس عشان خاطر الروماني سلالة بتتربى، هنقدر نقول زينة، الناس بتربيها سلالة. المهم ان هو مش حمامة ذبح، عشان كده بيدفع فيها فلوس كتير. لكن ده رومي، دول حمامتين لاحم جامبو، نبقى فاهمين برضو الشكل. بس ده متهيألي كده كان فيديو سريع لبيان الأنواع والمستوى والحاجات اللي هي الهجينة اللي ممكن نهجنها ونطلع منها حاجات كويسة. فبسم الله ما شاء الله، يعني كده وصلنا لنهاية الفيديو، واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.